أحبتي المشاهدين الكرام وحياكم الله. مثل ما عودناكم بكل أسبوع نتجول بأحد الأقسام والأفواج والدوائر الخدمية التابعة لقيادة شرطة محافظة ديالى، وحسب تعليمات السيد معالي وزير الداخلية المحترم وجميع السادة الوكلاء المحترمون، وتوجيه وإشراف من لدى قائد الشرطة المحافظة اللي هو علاء غريب المحترم، وتوجيه مباشر من لدى السيد مدير إعلام القيادة العقيد هيثم الشمري بفرض القانون ونقل كل ما يجري من ممارسات أمنية في محافظة ديالى. أحبتي المشاهدين الكرام، اليوم المفرزة المشتركة برئاسة مديرية قسم الأحداث كذلك وشرطة السياحة والجرائم ومديرية المخدرات والمؤثرات العقلية كذلك. أحبتي المشاهدين الكرام، لحد هذه اللحظة الهمة عالية من لدى كل الأجهزة الأمنية المتعاونة في هذا الواجب المقدس حفاظا لأرواح بعض الشباب لظاهرة المخدرات كذلك ولظاهرة يعني الأعمار. يعني تعرفون أنتم هذه الأعمار الصغيرة يعني يستغلون بعض النفوس الضعيفة بهيج أعمار بترويجهم للمخدرات. طبعا كل الاحترام والتقدير الى قسم شرطه الاحداث كذلك وكل ضباطه ومنتسبي هذا القسم المبارك، كل الاحترام والتقدير كذلك الى شرطه السياحه وكل الاجهزه السانده اليوم الذي حضرت لفرض القانون وبحث عن الخارجيه عن القانون. خلينا نشوف احنا احد الموجودين كانوا في هذه الحمله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ان شاء الله بخير. ان شاء الله خير. احكينا بصراحه، يعني انت من جهه هسه ويا المفرزه ليش؟ على مود مال قاعات مال بلياردو. نعم. حدث شفت مشاهد جنسيه، جابوا بس خبرت جابوا لي جنسيه والحمد لله وطلعت. يعني احد تجاوز عليك باي شيء؟ ما سوى ماكو شيء الحمد لله. مره ثانيه يشيل جنسيه. ليش ما يشيل جنسيه؟ تعرف انت يعني لابد ان كل مواطن ان يشيل جنسيه، ان بطاقه المعرفه له من جاي من رايح من كذا، حتى نعرف لكل الساده المشاهدين بان الشرطه ما عندها ظلم لكل المواطنين. اذا يعني شنو هو فرض القانون؟ هو فرض واجب على كل مواطن عراقي موجود سواء كان في محافظه ديالى سواء كان في جميع المحافظات. تمام؟ اذا حبيت مشاهدينا الكرام احنا نشكرك طبعا، حياك الله. والله وياك احنا اشكرك حبيبي. يعني مثل ما شاهدتوا يعني نقول لكم الصوره بامانه بهذه الرساله الاعلاميه.